صاحي الصباح فتح عليه، والجبنة فيه شي ولا ملي، بس المزاج رايق وسليم. باب الأمل بابك يا رحيم، الصبر طيب ايه غير الأحوال، يلي معاك المال برضو الفقير له رب كريم. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، وتكبر كوكو كوكو بالفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية، اجعل صباح الخير يا استعطية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نهاركم زي الفل ان شاء الله ومعطر بذكر الله. لو اول مره بتشوفيني يا ريت تضغطي لايك وتشتركي في القناه علشان توصلك فيديوهاتي. النهارده بقى روتيننا تكميلي للفيديو اللي فات، بس بصوا هو ما ينفعش يعني تبقي سمعت الفيديو اللي فات وما تسمعيش الفيديو ده. قمت كده الصبح بقى في عز البرد ده، ولادي قالوا لي عايزين ناكل بقى فلافل. قمت بقى طلعت فلافل من اللي انا مفرزاها في التلاجة، وعملت لهم فلافل بقى وشاي وظبطت الفطار يعني. ودخلت بقى على المطبخ عشان اعمل الغدا. بصوا هي في حته هنا كنت مفكره ان هي بتتصور، بس ما طلعتش بتتصور خالص يعني، بس خلاص عدت. بصوا قطعت كده، كان عندي لحمه في التلاجة اللي كنت مشوحاها، برضو كان معاكم برضو في فيديو قبل كده. قطعت عليها بصلايه وحطيت شويه زيت كده وشوحتهم شويه، وبعد كده نزلت بالصلصه دي اللي انا كنت الطماطم اللي انا كنت مقطعاها ومسوياها على البوتاجاز. انا بعملها كده وبتبقى تحفه. عايزه بقى تصفيها ماشي، انا بصفيها للمكرونه، لكن في السبانخ والطبيخ والحاجات دي مش بصفيها، بس انت عايزه تصفيها صفيها. وكمان هنعمل بقى منها الفاصوليا الخضراء. بصوا وانا واقفه بقى بالمره كده في المطبخ، بجد والله يعني من اسعد لحظات حياتي لما اكون مثلا واقفه وانا في المطبخ، مثلا عملت اكله وعندي اكله تانية هعملها، يعني اللي هو ايه. لا والنهارده كمان ما شاء الله الفيديو النهارده هتعملي 3 اكلات، يعني في الفيديو ده هتشوفوا معايا 3 اكلات بسرعه بسرعه. نزلت كده بشويه زيت وقطعت بصلايه بالسكينه، ونزلت بالفاصوليا الخضراء وقلبتهم كده. بحب ادي تشويحه بالبصل كده ومثلا الخضار بتاعي كوسه فاصوليا خضراء، اي طبيخ كده بسله اي حاجه مع ملح والفلفل بتديها نكهه وبتديها طعم جميل جدا. تشويحه كده على البوتاجاز، وبعد كده بقى تبقي تنزلي بالصلصه. الصلصه بتاعتي تقيله تمام، قوامها تقيل. بقطع الطماطم وبسويها على النار من غير ولا نقطه ميه تمام. وبحط على الطبيخ بقى بزود بقى ميه، يعني بيبقى الميه دي براحتي بقى. اخد مثلا شويه نص كوبايه او كوبايه حسب كميه الاكل اللي عندك، هتحطي عليها صلصه، وبعد كده هتاخدي بقى تزودي ميه حسب انت بتحبي الدمعه بتاعتك خفيفه تقيله، انت بقى وراحتك. دي حاجات بتبقى مثلا ايه في الاكل اللي هو نفس في الاكل وطبيعه انت اتعودتي عليها. مثلا انت بتاكلي الاكل، يعني في ناس بتحب الدمعه اللي هي ناشفه، لا في ناس بتحب اللي هي تبقى طريه شويه، حسب ما تحبي تمام. نزلت برضو هنا كده بعد اللحمه بتاعتي ما حسيتها خلاص دخلت في استوى شويه، هنزل بقى بالسبانخ. طبعا السبانخ دي احنا كنا مقطعينها. بصوا كل شويه اقول في الفيديو اللي فات كنا مقطعينها ومقطعين عليها خضره كده. عايزه اقول لكم ان هي كانت ريحتها تحفه، وهي طالعه كده ريحتها يعني بصي تحفه. انزلي بنص معلقه توم صغيره مفرومه، او لو ما عندكيش توم مفروم. بصوا انا عندي كسل رهيب، عايزه اعمل توم وعندي كسل رهيب والله مش قادره اعمله. قطعت كده 4 فصوص توم كبار، يعني كام فص توم كبار او 5 فصوص كده قطعيهم وبس. سيبيها بقى تستوي. السبانخ مش بتاخد سوا بعد ما تنزل في الدمعه او في الطماطم، لازم تسيبيها شويه، يعني اللي هي ايه لازم تسبكي الدمعه قبل ما تحطي السبانخ. وطبعا اللحمه تكون اصلا مستويه، يعني اللي هي شبه يعني يا دوب، يعني لو فيها عرق بسيط هي هتكمل سواها مع النص ساعه بتاعه السبانخ بس كده. والفاصوليا بتاعتنا على النار، وحطيت رز كمان اسلقه، وهشيل بقى باقي الصلصه كده. بصوا شلتها بقى في التلاجة. ممكن تكفيني على فكره، مش هتكفيني يعني 15 جنيه طماطم مش هيكفوني
هيكفوني اسبوعين والله، هيقعدوا عندي كتير. يعني عملوا لي السبانخ وعملوا لي الفاصوليا الخضراء، وهيعملوا لي كمان محشي، ومتخيلين يعني فاضل كمان نص الكميه. لو انت طبعا جبتي صلصه واتزرعتي والله مش هتعمل لك الكميه دي خالص. طبعا الخضره برضو كنا مقطعينها. نزلت بالخضره على على الطماطم عشان بقى عايزه اعمل ايه المحشي. شفتوا يعني 3 وجبات في يوم. هترتاحي بقى يومين كده ولا حاجه، اللي هو مثلا تعملي تاني يوم محشي، ممكن تاني يوم ما تعمليش محشي. تاكلي الفاصوليا الخضراء بس انتي مثلا كلتي النهارده سبانخ، فممكن تحطي بقى الفاصوليا الخضراء في التلاجة وتقضي بقى تاني يوم محشي، وخصوصا ان احنا في السقعة فالاكلات دي محببة. وبقى خضرة بقى مشكلة، خضرة على كزبرة على شبت، فحطيتهم في كيسة كده وهحفظهم بقى في التلاجة في الفريزر. لو بعد كام يوم هتعملي بيهم حاجة احفظيهم في التلاجة عادي، مش هيجرى لها اي حاجة خالص. بس وهغسل بقى الرز واقطع بصلايه. بصوا انا قطعت بصلتين كبار، يعني بصلتين كبار قوي، قطعتهم كده بالسكينه. انا بحب اعمل محشي ني في ني، يعني البصل ما بحبش اعمله كده على النار مثلا، اللي هو اشوحه او كده. لا بحب اعمله، طعمه بيبقى في المحشي خرافه، بيبقى جميل جدا، بيستوي كده مع المحشي بيبقى جميل. بحط ملح فلفل كزبره، انا قلت لكم قبل كده في خلطه المحشي بتاعتي بحط ملح وفلفل كزبره. الكزبره بتدي طعم وريحه رهيبه. الماده الدهنيه بتاعتك زيت او سمن او زبد اللي بتفضليه، يعني اي حاجه انت بتحبي تحطيها حطيها. البرد اقسم بالله ما سايب حد في حاله خالص نهائي، بجد الجو صعب والجو تلج. يعني بصوا مش قادره اقول لكم، يعني اقسم بالله انا لابسه شرابين فوق بعض من كتر التلج اللي انا فيه، مش قادره بصراحه. وانا كمان من الناس اللي بتعشق الشتاء، يعني انا من الناس اللي بحب الشتاء، بس بحب الشتاء الدنيا تبقى شاتيه كده، لكن التلج اللي انا فيه ده مش مستحملاه بصراحه. بس بصراحه اليوم ده كنت دفيانه، يعني انا كنت دفيانه شغاله بقى. هنا بقى كان عندي غسله كده عايزه تتغسل في الغساله. جبت الغسيل طبعا وكل حاجه على النار. قلت بقى هحمل، عملت معاكم المحشي كده الخلطه بتاعه المحشي. قلت بقى بعد الغدا ان شاء الله اقعد بقى وايه الف بقى الورق. طبعا انا من امبارح ما قطعتش ورق المحشي، انا سلقته وسبته، يعني اللي هو سلقته وسبته. ما بصراحه حقيقي مش قادره، يعني ما كنتش قادره ان انا اقطع، كنت فصلت والجو ساقعه. الروتين كان قاسي، يعني قاسي قاسي، يعني عملت كل حاجه، جيت بقى من السوق عملت اكله فاهمين، وتفريزه خضار الاسبوع مش عارفه، يعني كان اليوم بجد والله شاق عليا شويه. فقلت بقى ايه خليه بقى تاني يوم، فهقطعه برضو. بس قلت بقى نحط الغسيل في الغسالة كده. الغسيل اقسم بالله يعني تعبني نفسيا، ما بلحقش اصلا، يعني اللي هو والله السبت ما بيفضى. سبت الغسيل ده ما بيفضاش خالص من الغسيل. غسلة الاقي التانية التالتة كده، انا ساعات بغسل مرتين في اليوم. فربنا بجد يدينا الصحة ويقوينا. هنا بقى السبانخ كانت استوت خلاص، بصوا شكلها عامل ازاي، والرز هحضر بقى نتغدوا. آه، اتغديت كده، وبعد ما اتغديت على طول قمت بقى ايه، اخويا لقيته بيقول لي انت عملتي لي البانيه ولا لا؟ قلت له لا والله لسه. فعملته له كده بسرعه. كان عندي انا ما بشتريش فيجيتار، انا عندي بقسماط مطحون بطحنه، احط له الملح والفلفل وشويه بهارات فراخ، بس ما بحطش اي حاجه تانية. وبركنه عندي كده، اول ما بعمل بانيه بعمله بيه. فلقيته جايب لي فيجيتار معاه وبيقول لي انا جايب لك فيجيتار. قلت له لا انا مش هعمل فيجيتار، بس قلت مش مهم. خدت واحدة فيجيتار وحطيتها على البقسماط وضربت بيضة كده بسرعة بسرعة ونزلتها على البانيه اللي انا كنت متبلاه امبارح. تمام. عشان اعمله له، هو بيحب ياخده كده ايه. قال لي هو كل مرة بياخد وبيعمل مع نفسه بقى بالفيجيتار والبيض وكده. قال لي لا المرة دي اعمله لي عشان اخده يا دوب، اللي هو احطه في الطاسة على طول، بيستسهل حضرته. فقلت ماشي هعمله له. فقمت بقى بسرعه كده بعد الغدا عملته له زي ما انتم شايفين. انا بعمل برضو البانيه بتاعي لما بكون مثلا كنت بفرز بقى الخضار اللحوم في كل شهر مثلا، واجيب فراخ بكميه وافرز. كنت بعمل كده، بس بصوا هو الغلا اثر على الناس كلها، فمش عارفه بصراحه يعني اظبطها من، يعني في فاهمين في حاجات اولويات وفي حاجات مش عارفه، يعني بحس ان انا بجيب الفرخه مش بتكفي اصلا يعني حاجه. بس هحاول اظبط ان شاء الله الايام اللي جايه. ومش عارفه اظبطها الصراحه، عشان ما اكدبش عليكم اقول لكم انا نينجا والكلام ده كله. بس بجد بجد الدنيا بقت صعبه. وانتي المشكله ان انتي كان عليكي التزامات فدخلتي في الموضوع، يعني كان علينا التزامات. ف الاسعار زادت، فانت في التزامات انت بتدفعيها، سواء بقى جمعيه قسط، سواء فاهمين كده التزامات انت كنت بتدفعيها ومجبره ان انت تدفعيها.
فدي مش هينفع. لو يعني مثلا جمعيه انت بتدفعي جمعيه مثلا 1500، فدي اجباري لازم تدفعيها، فدي طبعا هتأثر معاكي شويه، فالجمعيه مش هينفع تستنى، لازم تدفعيها. ففي حاجات أثرت على حاجات تانية. بس يلا ربنا المعين طبعا. وعادي طالما الواحد مستور ومحدش بيخبط على بابه، والله العظيم دي اقسم بالله دي بالدنيا. يعني طالما محدش كده بيجي يقفلك يخبط لك على فلوس اكل او شرب، لا الحمد لله ناكلوها بجد بلقمة ومخلل، مش مهم خالص، عيش ومخلل يبقى الدنيا تمام، والله الحمد لله. قمت بقى كده خلصت البانيه بتاعه والجو متكتك بقى، رحت عامله لي كوبايه مغات. عندي مغات كده في التلاجة كنت شايلاه، طلعته بقى ورحت عامله لي كوبايه مغات دافيه كده تدفيني وانا شغاله بقى في الكرنب. هقطع الورق بقى زي ما انتوا شايفين. بصوا هي الكاميرا برضو ما كانتش مظبوطه، في احيانا كده مبقاش واخده بالي، بس طبعا بشيل العرق اللي في النص وبقطعه، بقطعه بلفه كده رول وبقطعه، وبعد كده اقطعه بقى ورق. انت بتحبي الورقه كبيره بتحبي الورقه صغيره، حسب حجم الورقه. انا متهيألي كنت مقطعاه برضو في فيديو من الفيديوهات، هتلاقوه برضو على القناه. بس شوفوا بقى النهارده والله عملنا 3 اكلات يعني خفاف ولطاف ولذاذ. بصوا بلف الرول كده زي ما انتوا شايفين واقطع بقى. بصوا هقطع طبعا الورق كله وارجع بقى عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. انا مش عايزه والله الفيديو ده يبقى طويل عليكم، علشان انا عارفه ان انا طولت في الفيديو اللي فات. يعني الفيديو اللي فات انا طولت فيه كتير ورغيت فيه كتير، فمعلش يعني سامحوني واعذروني. ويا رب طبعا الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم. هاخد بقى افرش في الحله كده، في ارضيه الحله من تحت الورقه الغامقه ديت، وبعد كده بقى اخد الورق الغامق الاول. ماما اللي معلماني الحركه ديت، يعني باخد الورق الغامق الاول ارصه تحت، وبعد كده افتح بقى، يعني فاهمين، الغامق ثم الاغمق ثم الافتح كده. الله يديها الصحه والله، يعني الامهات دي بتعلمنا حاجات والله. يعني كل اللي احنا فيه ده ماشي، احنا ممكن نكون ضفنا حاجه زودنا حاجه، بس هو تعليمهم وترتيبهم وكده. وانت دايما بتعملي مثلا محشي او خضار بتقطعي خضار، بتعملي حاجه ملايه كده وفرشيها بحيث ان السجاد بتاعك ما يتبهدلش. اعملي ملايه، عن الملايه دي انا عاملاها كده للمطبخ. جبت خضار بقى زي ما انتوا شفتوا الفيديو برضو اللي قبل ده بحطه. كنت برضو في الفيديو اللي انا كنت عامله فيه القرص الطريه وانا بعجن حطيته. وانا برضو كنت بعمل القراقيش تقريبا، بحب احط حاجه كده علشان لو في اي حاجه وقعت ما تقعش. دي سهله كده لو اتشطفت هتنشف في دقيقه، لكن السجاده طبعا في الشتا ده صعب ان هي تنشف خالص. وبحشي كده المحشي بلفه كده. بصوا سهل جدا يعني، مش بياخد وقت خالص والله. ودي ضمانتي ان هو ضامن ربنا طبعا، ويا عالم بكره الله اعلم بينا، ويا عالم الواحد يعيش بكره ولا لا. بس انت بتبقي ايه بالمره كده وانا واقفه مثلا في المطبخ اعمل اكله لتاني يوم، لانك انت كل يوم بتنامي وتقومي بالاكل. واحيانا ممكن يطب عليكي حد كده، تلاقي ضيف جايلك، تلاقي حد جايلك، فتبقي عامله حسابك. فاللي هو يبقى عندك حاجه كده ممكن تعمليها. شويه الفاصوليا الخضراء اللي احنا عملناهم دول وحطيناهم في التلاجة لو جالك ضيف. مش لازم لحوم على فكره يعني، مش اساسي. هقول لك بيض وكم من ده، بس البيض اصلا بقى سعره عالي جدا، فانت ممكن ما يكونش عندك بيض في البيت، عندك بيضتين 3. فشويه طبيخ بقى مع شويه سلطه مع شويه مخلل، الدنيا تمام. الضيف يجي مثلا لو جه هو بيجي يلاقي رزقه قدامه، عامله بقى فراخ، عامله لحمه، عامله سمك، عامله فاصوليا خضراء، عامله قلقاس، عامله محشي، فاهمين؟ هو بيجي بيلاقي رزقه قدامه. فحله المحشي دي بصراحه يعني، بصوا اللي انا حشيتها كده والله ما خدت مني وقت، يعني بسرعه كده. وهي بقى هتتحط في التلاجة. هاكلها تاني يوم. انا في العاده مش بغيب المحشي، يعني كبيره مثلا بكره بعده تاني يوم مثلا بعديها بيومين ممكن اكل، كان يعني احط اسويه. لكن ازيد من كده لا، لان احيانا الكرنب بيتاكسد كده وبيسود، يعني تيجي تسويه تلاقيه مسود. فمش بغيبه، يعني مثلا ممكن عملته النهارده هاكله تاني يوم او بعديها بيوم، هسيب يوم ويبقى التاني. مش بغيبه اكتر من كده. ما شاء الله حشيت كل المحشي. وطبعا يعني حشيت الرز كله. فضل شويه ورق كده، قلت هحطهم في الفريزر بقى، مع شويه بقى ورق اللفت اللي احنا كنا عاملينه، نبقى نعمله بيه برضو مره تانية حله صغيره نعمله بيه نزوده محشي كده. الفاصوليا الخضراء برضو كانت خلصت، نقلتها في حله زنجو عشان طبعا مش بشيل في الالمونيا اكل في التلاجة، فنقلتها كده في حله زنجو بايركس اي حاجه عندك. وطبعا هشيل ورق اللي اتبقى ده. وفي الفيديو ده وفرنا وقت اهوت، وعملنا كمان 3 وجبات ما شاء الله اللهم بارك. وجبه ناكلها النهارده، تاني يوم ممكن تعملي المحشي، بعديها بيوم تجيبي سمك.
او فراخ زي ما تحبي. ويا رب الفيديو يكون فاتكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.